يا مساء الهنا والسرور، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كويسين. تعالوا النهارده هنعمل كيكايه. الكيكايه دي عشان عيد ميلاد ابني. حبيت افرحه واعملها له في البيت. تعالوا نشوف احنا عملنا الادوار الكتيره دي ازاي، ويلا نبدا. اول حاجه معانا 4 بيضات، معانا كوب من السكر، معانا رشه فانيليا او كيس فانيليا عادي. وهمسك الكلام ده هضربه مع بعض جدا لغايه ما يفتح والقوام يزيد ويبقى زي كده بالظبط. الكيكه دي كيكه النشا تحفه. هنحط كده كوبايه الا ربع زيت زي ما انتم شايفين. وهبتدي اضرب كل مكون هنزله هضربه مع الكيك. مش هضربه كله مع بعضه. تمام. نزلت بكوب لبن، نزلت بشويه خل. وهبتدي بقى ايه، الخل هنا بيساعدني جدا الكيكه تنفش معايا. وهتشوفوا طلعت معايا كام طبقه. معايا كوبايتين دقيق، معلقتين النشا، رشه ملح بسيطه، بيكنج باودر كيس. وهبتدي بقى ايه، اقلب الكلام ده كله مع بعضه وهنخله مرتين وارجع لكم. بعد ما نخلته هنا هنزل بالكميه واحده واحده، مش هنزل مره واحده زي ما انا بدات الفيديو اللي انا بنزل بكل مكون لوحده. وهضربه بصوا زي ما انتم شايفين كده. هنزل بالمكونات دي حوالي على 3 مرات. وكل ما احس ان خلاص الدقيق اختفى بنزل بغيره. زي ما انتم شايفين القوام بتاعنا خفيف. هتطلع كيك اسفنجية عالية جدا. تحفة هتعجبكم قوي. وهبتدي دلوقتي اطلع الهواء من جواها. مشغلة الفرن قبليها بحوالي 10 دقايق وعلى درجة حرارة 180 او 170 لمدة 45 دقيقة. الكيكة دي ما بتطلعش من فوق اللون الذهبي، اللون البني قصدي، بتطلع اللون الذهبي الفاتح. وزي ما انتم شايفين بصوا كام دور طلعت، 1 2 3 4 حوالي 5 ادوار زي ما انتم شايفين. وهبتدي بالكريم شانتيه عادي جدا اللي جاهز من اي سوبر ماركت. وهنزل بسطيها على نفسك عشان تبقى بسيطة وسهلة وما تتعبيش. وبديها بس اول جلسة بس من الكريم شانتيه، مش بدي كذا جلسة. وهنزل وهبتدي انضف من حواليها كويس جدا وادخلها بعد ما اقفلها خالص. هدخلها التلاجة لمدة 3 ساعات. يعني انا ممكن تشتغلي قبل عيد الميلاد او كده قبلها بيوم عشان تطلع معاكي مظبوطه وحلوه. تمام. بساوي الوش على قد ما اقدر زي ما انتم شايفين. وهبتدي ادخلها. هنا بقى معايا عجينه السكر. عجينه السكر بتجيب بحوالي 70 80 جنيه من اي مستلزمات حلواني. بتجيبيها بيضه. ليه بيضه؟ عشان انا اقدر احط لها الوان واشكل زي ما انا عايزه. عجينه السكر ممكن تعمل معاكي تورتتين 3 زي ما انتم شايفين. غلبتني بقى وتعالى شمال وتعالى يمين بس يعني في اللي قد فعلتها في الاخر زي ما انتم شايفين. وفرح بيها جدا، انبسط بيها قوي قوي قوي. وفضلت بقى العب بعجينه السكر زي ما انتم شايفين. قفلت بعسل. عملت الورد ده بالاشكال اللي عندي. في اشكال كده بتتباع بلاستيك بحوالي 25 جنيه بتجيبيها وتفضلي تلعبي بيه